ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. مش هينفع بقى تفوتكم وصفه النهارده دي، بجد وصفه اختراع اختراع. طبعا انت للوهله الاولى كده تفتكريها صينيه مكرونه بشاميل، هي مش مكرونه خالص. هي عباره عن صينيه بطاطس وبصدور الفراخ متقطعه كده زي الشاورما وعليها بشاميل. حاجه كده تحفه، سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد معانا وقت كتير خالص، وحاجات كمان من الولاد بيحبوها. نريح بقى شويه كده من وصفات المدارس ونعمل لهم الوصفات اللي ياكلوها بعد ما يجوا من المدارس. لو عايز تعرفي الطريقه وتعمليها بالظبط وتطلع معاكي تحفه زي ما طلعت معايا، شوفي معايا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا مع بعض نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها النهارده في الوصفه بتاعتنا هنعمل البشاميل. هنجيب الدقيق، نحط معلقتين سمنه ومعلقه زيت او معلقتين سمنه بس او زبده ونسيحها. وبعد ما بتسيح بنحط معلقتين كبار مع معلقه زيت كبيره، يعني 3 معالق. وبعد ما بنسيحها بنحط الدقيق بتاعنا حوالي كوبايه معياريه، ونقعد نقلب فيه لحد ما ما يوصل للون اللي هو الذهبي شويه كده زي ما هتشوفيه دلوقتي في الفيديو. اول ما بيوصل للون دوت بنجيب بقى اللبن الحليب ونحط عليه. انا استخدمت لبن حليب عادي، بتحطي عليه مثلا حوالي كيلو لبن عشان تطلع كده جوسي وجميله. وهنحط التوابل بتاعتنا بس، وانا بصور التوابل بصراحه الموبايل فصل فما ظهرتش. التوابل بتاعتنا عباره عن توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل، يا اما اسمر يا اما ابيض. لو ما عندكيش فلفل ابيض حطي فلفل اسمر عادي. تمام كده. ونبدا بقى نقلب. وانا كان عندي كمان قشطه حطيتها على وشها، قشطه بتاعت اللي هي بتاعت وش اللبن، حطيتها مع مع البشاميل عشان تديله يعني تقل شويه كده وتديله دسامه. وبدات اقلب فيه وهو على النار لحد ما يتقل ويوصل معانا للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. شايفين اهو؟ يعني لا يبقى تقيل قوي ولا يبقى خفيف قوي، اللي هو زي الوايت صوص كده. كده خلصناه. هسيبه بقى على جنب، ما انتقلوش قوي لان لما بنسيبه بيتقل. حابه انا جايبه بقى صدور الفراخ ومقطعاها ومتبلاها زي ما انتم شايفين، حتى اللون الاصفر اللي فيها دوت انا متبلاها بالكركم والكاري وحاطه لها بقى ليمون وملح وفلفل وكده، وسبتها شويه في التتبيله عشان لما اجي اعملها برضو يبقى يبقى ليها طعم الفراخ لوحدها، يبقى ليها طعم جميل. برضو هسخن معلقه سمنه ومعلقه زيت على النار، وابدا احط فيها الفراخ. اجيب الفراخ من التتبيله واحطها فيها، حتى الحله طلعت صغيره فانا بدلتها بحله اكبر منها، واقلبها لحد ما لونها يغير معانا بالشكل ده. هبدا بقى اجيب معايا بصل شرايح وفلفل الوان اصفر واحمر واخضر، هبقى مقطعاه رفيع خالص واحطه على الفراخ بتاعتنا وهقلبها. واجيب بقى التوابل عباره عن برضو توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وكزبره. هقلبها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنفضل نقلب، طبعا مطلعه ريحه رهيبه رهيبه. وكمان ممكن تحطي معاها بابريكا، بس انا بصراحه ما كانش عندي بابريكا احطها، بتدي لون حلو جدا. وهنحط بقى كمان معلقتين كاتشب كده بيدوها طعم ولون جميل. في الوقت ده انا مقطعه البطاطس مكعبات وحطها بتتحمر. يعني بتقطعي البطاطس مكعبات، انا بحب اقطعها مكعبات مش صوابع. مع الصينيه دي بحب اقطعها مكعبات مش صوابع. وهبدا بقى اسوي الفراخ. طبعا كده البشاميل اتعمل والبطاطس اتحمرت والفراخ استوت. هجيب بقى الطاجن بتاعي بايركس او الومنيوم او اي حاجه، وهجيب البشاميل اللي احنا عملناه ونحطه في الصينيه من تحت. الاول خالص نحط طبقه بشاميل، وهنجيب البطاطس زي ما قلت لك انا مقطعاها مكعبات ومحمراها، احطها في ارضيه الصينيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وابدا بقى اقسمها املى بيها الصينيه من تحت. وزي ما قلت لك ما تنسيش تحطي بشاميل تحت الاول. طريقه ممتازه، بجد جميله جدا وهتعجبكم جامد يعني. وهجيب بقى الفراخ طبعا استوت معايا، احطها على وش البطاطس. هبدا ارصها على وش البطاطس. طبعا انتوا عارفين الولاد بيحبوا ياكلوا اكلات بره كتير، فبجد دي تغيير وكانك اكلتيهم في مطعم. وصدقيني على ضمانتي لو كلوها المره دي انت نفسك لو كلتيها هتبقي حابه تعمليها على طول. هنرص بقى الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هجيب البشاميل بتاعي وابدا احطه على وش الصينيه. زي ما قلت لك ما تاخدش وقت نهائي، بجد يعني وقت قصير جدا يعني. انا مكتره البشاميل عشان تبقى جوسي كده. وههز ههز الصينيه عشان البشاميل ينزل تحت، يعني يملى الصينيه كلها. وهحطها في الفرن. مش هتاخد وقت خالص، حوالي ربع ساعه، لان زي ما انتم شايفين كل حاجه مستويه فهتاخد حوالي ربع ساعه بس. هطلعها بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين الجمال؟ طبعا انا بقطعها وهي سخنه عشان التصوير. طبعا انت لما تسيبيها شويه هتطلع خرط. هي ما طلعتش معايا خرط عشان عشان التصوير، والبشاميل بتاعها كتير كده وطالعه جوسي. حاجه كده سهله وسريعه، وبدل ما يطلبوا بقى اكل من بره وكده، وانتوا عارفين ما بقاش في حاجه مضمونه.
يا ريت بقى لو عجبك الفيديو، الناس الحلوه كده اللي باقيه معايا لاخر الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه تشتركي فيها، ولايك كده وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده، وبالهنا والشفا مقدما.